السلام عليكم. استغربت جدا لما عرفت ان لفة جلاش محشية كريمة ممكن تتباع ب 400 جنيه. الحقيقة ده سعر مبالغ فيه جدا. في فيديو النهاردة هنحضر مع بعض المكشكشة، ترند رمضان 2023. هنحضرها بلفة جلاش محشية كريمة لذيذة جدا، ومش هيكلفنا حتى 50 جنيه. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد. اول حاجة هبدأ بيها هي الشربات. في حلة عندي هحط كوباية ونص من السكر، وعليهم كوباية من المية، وعصرة ليمون، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز لو متوفر عندك. لو مش متوفر خلاص سبتهم على النار 7-8 دقايق غليان، وبعد كده بضيف ظرف فانيليا وبسيب الشربات يهدى وبدخله التلاجة كمان عشان يبرد. وهبدأ دلوقتي احضر الكريمة. في حلة عندي هحط كوبايتين من الحليب، وهضيف عليهم معلقتين كبار من بودرة الكاسترد، معالق هرمية مليانة وده النوع اللي انا استخدمته. هضيف كمان معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من الباستري كريم، ودي كريمة حلويات طعمها حلو جدا ومش هنحتاج اكتر من معلقتين. هقلب المكونات كلها الاول على البارد، وبعد كده هرفعهم على النار. ممكن تضيفوا معلقه كبيره من النشا لو حابين ان الكريمه تكون متماسكه اكتر. وهنا ضفت معلقتين كبار من القشطه، وممكن تستخدموا قشطه العلب عادي جدا. اخر حاجه ضفتها مكعب من الزبده حوالي 30 جرام، وهغطي الكريمه وهسيبها تبرد على جنب. وهبدا بقى اشتغل في الجلاش. عندي هنا لفه جلاش اللي هي نص كيلو، وده القالب اللي انا هشتغل فيه. هبدا اقطع الجلاش على قد القالب، يعني هقسم كميه الجلاش لنصين. نص هحطه تحت وبعد كده الكريمة، وبعد كده النص التاني هيكون للوش. دهنت القالب سمنة بالشكل ده، وهبدأ أرص نص كمية الجلاش، وما بين كل طبقة والتانية بحط دهنة سمنة خفيفة قوي. تمام كده. وده بقى الجزء الزيادة اللي كان في الطرف. هبدأ برضو أقطعه وأحطه في أرضية القالب وأدهنه دهنة سمنة خفيفة لغاية لما أوصل لنص الكمية. هبدأ بقى أضيف الكريمة، وزي ما قلت لكم لو عايزين الكريمة متماسكة عن كده ممكن تضيفوا معلقة نشا. والجزء التاني من الجلاش هاخد ورقة ورقة وهبدأ أكشكشها بالشكل ده، وبرصها على وش الكريمه زي ما انتم شايفين بالظبط. سهله جدا على فكره، ما تقلقوش مش بتتفرد، هي على طول بتلزق في سطح الكريمه. تمام كده. بعد كده هبدا اديها دهنه سمنه كويسه قوي، بشربها كويس، وعلى فرن سخن تاخد لون ذهبي من تحت، وبعد كده بولع عليها الشوايه تاخد لون ذهبي كمان من فوق. واول ما تطلع على طول اسقيها بالشربات البارد. انا اخدت تقريبا تلتين كميه الشربات بس. سيبيها بقى تتشرب على جنب، وبعد كده رشه فستق من على الوش او اي مكسرات متوفره عندك، او حتى سوداني او من غير. وبس كده. كريمه لذيذه جدا وناعمه وشبه الجاهزه قوي اللي غرقانه في الحليب. جربوها وتعجبكم، وربنا يحسن دايما ما بين ايديكم. اشوفكم على خير. كنت معاكم شيماء الحلواني. مع السلامه.